أول مقهى بالتاريخ كان نقطة تحول بثقافتنا كلنا. اليوم رح أحكي لكم عن أول مقهى بالتاريخ. تتخيلوا أول مكان بالعالم قدمت فيه القهوة للناس؟ ما كان في ديكور فخم وما كان في واي فاي، بس كان في دفء وريحة بن بتغمر الشوارع. أول مقهى بالتاريخ كان نقطة تحول بثقافتنا كلنا. القصة بلشت بعام 1554 ميلادية بمدينة اسطنبول، لما رجلين من دمشق وحلب افتتحوا أول قهوة خانة بحي اسمه تحت قالة، قريب من السوق المصري المشهور اليوم. كان المقهى بسيط بس فكرته كانت ثورية، مكان بيجتمعوا فيه الناس ليشربوا قهوة، يسمعوا شعر، موسيقى، ويتبادلوا الأخبار. من أول يوم صار المقهى ملتقى التجار والكتاب وحتى المثقفين، وسموه الناس مدرسة الحكمة، لأنه الأفكار كانت بتغلي فيه مثل القهوة تماماً. لكن المثير إنه بعد فترة السلطات العثمانية خافت من تأثير المقاهي على الناس ومنعت القهوة لفترة قصيرة، بس المنع ما طول لأنه الناس ما قدرت تستغني عنها، ورجعت المقاهي تنتشر بكل اسطنبول ومنها لباقي المدن مثل الشام والقاهرة وبغداد وحتى بأوروبا. واليوم وبعد أكثر من 470 سنة قهوة حسيب بتكمل نفس الروح، فنجان بيجمع الناس على الحكي، ضحكة والأفكار، مثل أول مقهى تحت قالة. ولهالسبب سلوغن الشركة رفيق العمر بيعبر عن هالشي بشكل كتير كبير. وانتو لو كنتوا بزمن أول مقهى باسطنبول، مع مين كنتوا حابين تشربوا أول فنجان قهوة بتاريخ هالعالم؟ خبرونا رأيكم بالتعليقات. خلص فنجان القهوة لليوم، لاقونا بكرة بفنجان جديد.